دخلنا على الصيف وكله بيحتاج معاه سبيكرز في اي سفريه، علشان كده جمعت لكم سماعات اقل من 1500 جنيه عشان نشوف احسن واحده فيهم. يلا بينا، يلا ننبوكس السماعات. في واحده غريبه كده فيهم انا متحمس لها شويه، خليني اركن كل ده. سماعه اسمها جينوبي، النوع ده انا جايب منه 2 ودي على شكل عربيه. انا طالب اللون الازرق وان شاء الله يكون جالي اللون الازرق. خلينا نفتح ونشوف. هي العلبه مرهقه شويه، مفيش مشكله، انا مقدر عشان ثمن السماعه مفيش مشكله. العربيه الجي ان 12 ومكتوب عليها انها 140 واط. مش هنسميه باكجينج قوي، او يعني مش هنسميه انبوكسنج برضه قوي. ودي بتتشحن بتايب سي وفيها اوبشن ان انت تحط لها فلاشه او مايكرو اس دي. سعرها 750 جنيه. شياكه، اناقه، علاجه. حد يكتب لي في الكومنتات نوع العربيه دي يا جماعه. دي جيب عادي، دي شيروكي، دي جراند شيروكي، ولا دي ايه؟ بيبانها ما بتتفتحش، الحاجات دي بتجنني. بس ماشي، يعني هي بتتحرك بس البيبان ما بتتفتحش، مش مشكله. دي بقى جينوبي جي ان 9 وسعرها 800 جنيه ومكتوب عليها برضو انها 140 واط وبتشتغل ساعه ونص. اوه دي كبيره، دي كبيره جدا، ما كانش كده خالص. نسمع الصوت لتاني مره. صوت الانبوكسنج بيجنني. ماشي، بصوا قد ايه. لا هي ضخمه بجد، انا ما توقعتش فيها خالص. في حاجه لازم اقول لكم عليها، السماعات اللي زي الجينوبي دي والحاجات دي بيتكتب عليها ارقام متخلفه كام واط، فما تصدقوش كل حاجه تشوفوها. وعلشان كده انا جايب لكم كنترول معايا هوريه لكم كمان شويه، او يعني الحاجه الريفرنس اللي معانا في التجربه بتاعتنا. ده حجمها بالنسبه لوشي، يعني هي ضخمه، مش مشكله. خلينا نشوف اللي بعده. معانا من شركه آوي. الشركه دي انا ما اعرفهاش، فخلينا نشوف. معايا الانبوكسنج تول بتاعتي اللي انا بحبها عشان الانبوكسنج يبقى نضيف. ودي الاوي واي 525 ودي سعرها 1040 جنيه ومكتوب عليها انها 10 واتس. تعالوا نشوفها، نسمع الصوت مع بعض. انا بحب الصوت ده، الصوت ده بيجنن. اكتر واحده مسكتها لحد دلوقتي، شكلها بريميوم وماسكتها نظيفه جدا. حاسس ان دي هيبقى قيمتها حلوه. هنشوف. فيها حته كده مداريه لما بتفتحها بتاخد اي يو اكس، مايكرو يو اس بي، وبتاخد فلاشات، وبتتشحن بتايب سي، فهي فيها كل حاجه. فيها كمان اضاءه. انا حقيقي متحمس جدا اتفرج على دي، حاسس انها هتعدي. خلينا نشوف. حاجات غريبه يعني، 1040 جنيه ضد الميه، وماسكتها بريميوم، والماتيريال بتاعتها مش بلاستيك، لا تحس تقيله كده في الايد، وفيها كل الاوبشنز. يا ترى الصوت هيبقى حلو بقى مقابل الكلام ده؟ نيجي بقى للشركات المشهوره شويه. معانا سماعتين من انكر وسماعه من اورايمو، فيلا نفتح الثلاثه بقى واحده واحده كده ونشوف. ارخصهم هي اللي اسمها بيرو ميني او بايرو ميني، انا مش عارف تتنطق ازاي بصراحه، بي واي ار او بايرو ميني، ودي ب 777 جنيه. انا بحب ساوند كور، او اللي هي يعني شركه السماعات اللي من انكر، ودي 6 واتس بس، وده عشان شركه انكر صريحه مش زي ناس تانية. عايز اقول لكم ان على قد ما هي شيك كده، لكن برضو لحد دلوقتي قوي احسن ماسكه واكتر حاجه بريميوم مسكتها. شكلها كويس، مش نفس الماسكه البريميوم، ولكن ممكن الصوت يبقى احسن. انكر الثانيه اللي معانا النهارده، او ساوند كور الثانيه اللي معانا النهارده، اسمها سيلكت 4 جو، ودي اغلى واحده معانا، ودي ب 1240 جنيه. بس هل تستاهل السعر ولا لا؟ هنشوف لما نسمع الصوت. ودي 5 واتس بس. شكرا يا انكر على صراحتك. والحلو ان دي الوحيده اللي 20 ساعه واي بي 67. دي شبه الثانيه جدا. يعني ماشي، الفرق باين، بس هي شبهها قوي. سيلكت 4 جو برضه نفس الفتحه، جلده في الجنب، لو شدناها مفيش. ده الشاحن بتاعها بس اللي هو التايب سي. اي حاجه تاني مفيش، اي حاجه تاني. بلوتوث صرف، مفيش حاجه تاني بتتشال. ماشي، حلو جميل. اورايمو انا مش عارف ليه برضه متحمس لدي شويه، وحاسس انا بحب الشركه طبعا وبحب ساوند كور. لو الاتنين دول ما كسبوش النهارده يبقى دي بجد بالنسبه لي مفاجاه بجد. دي الاورايمو الروفر او بي اس 5 3 دي، ودي تاني اغلى واحده بعد السلكت 4 جو، 12 واتس واي بي اكس 5. ممكن اقول تاني ماسكه بريميوم بعد شركه قوي دي اللي وزنه قريب، بس برضه عجباني ماسكه قوي اكتر. لكن دي ممكن اقول تاني ماسكه بريميوم بعدها. شكلها نظيف، شكلها حلو بصراحه. المكان بتاع البيز هنشوف عامل ازاي من ناحيتين اهو. من الواضح ان فيها نور برضه، خلينا نتفرج. فيها مكان برضه نفس الجلده اللي بتتشال دي لما بنرفعها كده. فيها الشاحن تايب سي، يبقى كله تايب سي ما عدا الاولى خالص بتاعت شركه جنوبي دي اللي هي الضخمه دي، بس المايكرو يو اس بي. فدي ما بتاخدش غير طبعا الشاحن بتاع تايب سي والاي يو اكس بس كده، ما فيش حاجه تاني. الحركه بقى يا جماعه، انا بحب التفاصيل دي.
وانا ما فتحتش اي كابل من كل السماعات اللي فاتت لانهم عاديين، ولكن دي مش عاديه. جايبين لك الشاحن بلون اورايمو او بلون الثيم بتاع اورايمو كده، حركه زي الوان بلس كده والشاحن الاحمر. فبرافو عليكم يا اورايمو بصراحه. الفيديو ده مش سبونسرد من اي شركه من الشركات اللي معايا دول، ده فيديو مخصوص ليكم. صدقوني انا دافع مخصوص عشان اطلع لكم احسن سماعه في فئه سعريه قليله تعرفوا تسافروا بيها. وبعد ما فتحنا كل السماعات يا صديقي الى تجربه الصوت الفريده من سماعات اقل من 1500 جنيه. انا احترت جدا لان في سماعتين يخرب بيت الحلاوه انا مش عارف ادي لمين فيهم المركز الاول، واستنى عشان هتنبهر. دلوقتي انا هجرب السماعات من اوحشهم لاحلى واحده بالنسبه لي لحد المركز الاول عشان انت تعرف تشتري صح. وعندنا كمان كنترول او الريفرنس بتاعنا. انا عندي سماعه JBL بارتي بوكس 110. السماعه دي مش عشان نقارن بيها، لكن السماعه دي ااكد لك ان انا استخدمتها في حتت اوبن اير كتير، وانا بقول لك وباكد لك انها بتغطي المساحه كلها. فلما اسمعك دي وبعد كده تسمع اي سماعه تاني هيبقى عندك تخيل السماعه دي عامله ازاي جنبها. تعالوا دلوقتي نبدأ بالسماعة رقم 6 بالنسبة لي اوحشهم، واللي لقيت حاجة غريبة جدا مكتوب عليها. بصوا هي اكبر واحدة فيهم، بصوا قد ايه، بصوا حجمها عامل ازاي. هي فعلا كبيرة جدا ولكن هي خفيفة جدا جدا جدا. بص انا شايلها بصباع واحد، هي فعلا ريشة. فهو ما يغركوش الحجم ده كله، انا حاسه كان ممكن يتحط في سماعة صغيرة عادي. اللي مكتوب على العلبة بقى اللي جنني بقى، انتبه اشحن المنتج اكتر من مرة لضمان جودته. ايه ده يعني ايه؟ يعني ايه بقى؟ يعني اشحنه ليه اكتر من مره وايه اللي هيختلف في جودته؟ معلش فهموني، يمكن لو انت فاهم حاجه زي كده، او لو انا غلطان يا جماعه معلش سيبولي في الكومنتات، عشان انا يعني ممكن اكون انا معلش ممكن اكون انا غبي، انا مش فاهم يعني ايه اشحن اكتر من مره فتبان جودته. هو انا بخربش كارت يعني ايه؟ مش فاهم. ما علينا، يلا نجرب السماعه ونشوف جودتها عامله ازاي. السماعه عاليه جدا جدا والفوليوم بتاعها عالي، ولكن انا مش مستمتع وانا سامع الميوزك. حاسسها كلها لير واحده فلات، مش عجباني قوي، عاليه على الفاضي، وحاسس ان انا هلاقي حاجات احسن من كده بصراحه بكتير. يعني الكواليتي مش عجباني خالص، وده يمكن التعريف السماعه الصيني الحقيقي. يعني هو صيني جدا. الحاجات التشيب بتاعت الصين دي الرخيصه بيتحط لها USB لو عايز تحط لها فلاشه، وبتشتغل كمان بمايكرو USB مش تايب سي، ودي حاجه مهمه، وطبعا بلوتوث. وبصراحه في كل السماعات اللي جربتها النهارده مفيش اي مشكله واجهتني في اي بلوتوث بتاع اي سماعه بصراحه. ودي سعرها 800 جنيه ومكتوب انها بتشتغل ساعه ونص على بعض. اللي بعده معانا في المركز الخامس، للاسف ما كنتش متخيل انها تبقى في المركز الخامس، الساوند كور البايرو ميني او بيرو ميني، مش مشكله. انا بصراحه بحب ساوند كور جدا، وكنت متفائل للسماعه دي وما كنتش حاسس انها تطلع في المركز الخامس، ولكن صوتها ما عجبنيش خالص للاسف. السماعه دي ثمنها 777 جنيه، ولكن لا انصحك بشراء هذه السماعه يا صديقي. برغم حبي لشركه انكر وساوند كور، انا مش عجباني السماعه دي. صوتها كان في نويز جامده جدا، مش عارف المشكله منين بصراحه. السماعه شكلها شيك وشكلها بريميوم، ولكن صوتها ما كانش احلى حاجه. السماعه دي بتقعد 10 ساعات بلاي باك، فهي البطاريه بتاعتها ممتازه، بتشغل مايكرو SD وبتشغل AUX وبتتشحن كمان بتايب سي، ولكن انا صوتها ما عجبنيش. وتعالوا نسمع صوتها. ويجي معانا في المركز الرابع، اوعى السريع، سماعه 4x4 بيب. السماعه تبع نفس الشركه الاولى اللي هي جانوبي دي اسمها GN09 ودي اسمها GN12. لكن انا حاسس برغم ان دي ارخص، يعني دي سعرها 750 جنيه دي سعرها 800، ولكن انا حاسس ان دي نزلت بعدها لسبب ما، لان دي صوتها انضف بكتير من دي. فانت لو اخرك ال 700 جنيه دول في الثلاثه اللي احنا قلناهم دلوقتي، انصحك بدي ولا الساوند كور ولا كمان دي. انا دي عاجبني فيها اكتر حاجه بقى ان الفوانيس اللي قدام بتنور مع الاغاني. هي ممكن اقول لك هي ديكور اكتر ما هي سماعه. البيس بتاعها معقول، ولكن بصراحه هي برضو مش انقى حاجه. تعالوا نسمع صوتها.
هنا انا عايزك تبدا تتحمس، لان السماعات الثلاثه الجايين الثلاثه فاجئوني، الثلاثه احلى من بعض، ولكن كانت المنافسه شديده بينهم عشان اعرف اطلع لك مين الاول مين الثاني مين الثالث. ونبدا برقم 3 وهي الاوي. هي معرفش بقى انا بنطقها صح ولا لا، ولكن انا شايف ان اسمها اوي فانا هنطقها اوي عادي خالص. واي 525 ده الموديل بتاعها. ودي السماعه دي لو احنا هنقارن ككواليتي بتاعت الصناعه بتاعتها والبريميوم الماسكه البريميوم بتاعتها، فانا ممكن اقول لك ان دي رقم 1 في كل الست. انا ممكن اقول لك ان لحد دلوقتي دي انقى واحده واحسن واحده، ولكن لسه الصوت بتاعها مكتوم سنه كأن في حد قاعد على السماعه. هي صوتها حلو. لو انا ما سمعتكش السماعات اللي جايه فبالنسبه لك دي هتبقى احسن واحده فيهم، لكن لو سمعت الجايين هتعرف انا ليه بقول لك ان دي صوتها مكتوم ومش احسنهم. السماعه دي سعرها 1040 جنيه، ومن اول السماعه دي لحد رقم 1 فالثلاثه فيهم اي بي ريتنج، ولكن في حاجات ضد الميه وفي حاجات ضد الميه والتراب، يعني في حاجات اي بي اكس كذا وفي حاجات اي بي واخده ريت في الاثنين. السماعه دي بتيجي بريتنج اي بي اكس 6. لو انت لسه ما تعرفش يعني ايه الاي بي ريتنج فما تنساش تشوف الفيديو اللي فوق. الباتري بتاعتها بتقعد معاك 4 ساعات ونص. زي ما قلت لكم ككواليتي هي جامده، ولكن هل هي احسن حاجه عندنا؟ تعالوا نسمع صوتها. جينا في المشكله بقى، المقصد. طب انا هاخد رايكم. انا دلوقتي عندي سماعتين محتار بينهم جدا، واحده قلت انها رقم 2 والثانيه قلت انها رقم 1. السماعتين عاجبني جدا، السماعتين يا جماعه فظاع، انا مش عارف ادي لمين الاول وادي لمين المركز الثاني. تعالوا نبدا. هقول لكم بالنسبه لي ومحدش يزعل مني، بالنسبه لي انا معلش، وانت قول لي برضه رايك في الكومنتس كانت مين احسن. بالنسبه لي رقم 2 وهي السماعه الاورايمو، انا مش عارف احفظ رقمها، هي اسمها روفر OBS 5 3D. السماعه دي يا جماعه انا اول مره اجرب شركه اورايمو، انا عارف انها شركه كويسه جدا، ولكن ان انا اسمع الصوت بالنقاء والحلاوه دي بجد برافو، شابوه شركه اورايمو. انا مبسوط جدا بالتجربه، حقيقي مبسوط جدا بان في سماعات بالنظافه دي بالسعر ده. السماعه دي عامله 1200 جنيه، وكل الاوبشنز اللي فيها هي انها بتتشحن بتايب سي وكمان فيها AUX بس كده، لكن صوتها تعالوا نسمع. السماعه دي IPX5، يعني اقل شويه من السماعه اللي فاتت في الاي بي ريتنج، يعني دي ضد بس ايه طرطشه ميه مش اكتر، فلازم تخلي بالك منها، ولكن هي كصوت بصراحه تحفه. فانا هسيب دي هنا لان دي المركز الثاني، ومعانا المركز الاول الانكر سيلكت 4 جو. من صغره وصغر سنه عارف معنى انه، بصوا قد ايه رهيبه، يعني انا مش عارف ازاي الصوت ده طلع من دي بصوا عامله ازاي، تتحط كده في جيب بنطلونك وتمشي بيها. انا مش عارف ازاي الصوت طلع من دي بالحلاوه دي. دي سعرها 1240 جنيه، والوحيده اللي مكتوب انها IP67 ضد التراب وضد الميه كمان، ممكن تغطس منك، ولكن انا مش برجح ده ولا برشح لك ان انت تعمل كده، ارجوك ما تعملش كده، انا بس بقول لك انها تستحملك. كمان البطاريه بتاعتها بتقعد 20 ساعه بلاي باك تايم، يعني مش 20 ساعه ستاند باي، 20 ساعه شغاله ما تفصلش. تعالوا نسمع صوتها. Thought that I'd be healing now. I didn't think I'd have to feel this now. I thought I would've moved on. ها مين احسن؟ السماعتين احلى من بعض، انتوا قولوا لي لو مكاني هتختاروا انهي. ودي يا صديقي تبقى احسن 6 سماعات تحت ال 1500 جنيه، وارشح لك من كل قلبي ان انت لو جبت دي او جبت دي انت طالع كسبان. دي حجمها احسن ومكتوب عليها الباتري انها بتقعد 20 ساعه، فممكن تبقى احسن في الحاجات دي، ولكن دي احسن شويه كمنظر، وكمان اللايتس اللي فيها، وكمان البيس بتاعها احسن. هي دي بيور اكتر شويه بصراحه، الصوت بيور اكتر، انا مش عارف اختار. انت ممكن تكون بتفضل البيس فهتروح لدي، ممكن تكون بتفضل ان السماعه تبقى مطلع لك الصوت زي ما هو بالظبط فهتروح لدي. في الحالتين انت طالع كسبان لو اشتريت دي او دي. لو لسه بقى يا صديقي بتتلخبط في موضوع الكور بتاع اللابتوب ومش عارف ايه فايدته، ما تنساش تشوف الفيديو ده. ولو لسه ما شفتش الجادجتس اللي ب 100000 جنيه فما تنساش تشوف الفيديو ده، واكيد اللايك والشير والسبسكرايب، واكيد كمان واشوفكم في فيديو جديد.